أعزائي الطلاب، كيف حالكم؟ في الدرس السابق كانت موضوعنا أنواع الأشجار، وتعرفنا عن بعض أنواع الأشجار مثل الصنوبر، الجوز والزيتون والسنديان. والآن في درسنا الثالث نأتي إلى موضوع جديد في الوحدة الخامسة: ازرع ولا تقطع. نعم، موضوعنا اليوم ازرع ولا تقطع. في الفقرة الأولى كان أبو جلال يذهب مع ولديه هوشيار وجلال إلى مزرعته ليقضي فيها بضعة أيام. هناك بنى أبو جلال منزلا وسط أشجار الجوز والرمان والمشمش والتفاح والخوخ. المشمش بمعنى يعني قيسي. الفقرة الثانية: وذات يوم وبينما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة من أجل التدفئة، وجد على الأرض غصنا طريا أخضر، فاعتقد أنه هوشيار الصغير هو الذي كسره، فناداه بصوت عال. لبى هوشيار نداء والده قائلا: نعم يا والدي. باز لو إذا كاكا باوچی جلال تويتا مەزرعەکی هەبووە لە خۆی لەوێندەر کاتێکی خۆش بەسەر بە خانوو لەوێ دروست کردیە و هەندێک داری چاندێ وەکو جیز و هەنار و قەیسی و سێ و خۆخ و ڕۆژێکیان کاتێک کە چلکەدارەکانی هەڵدەگرتەوە دەبینی ئەو چلکەدارانەی کە وشک بوون یابسە یعنی وشکە بۆ ئەوەی کە لە زستانە خۆی پێگەرم کاتەوە تەدفیعانی گەرمکەرەوە بۆ گەرمکەرەوە بەکاری بهێنی. پارچەدارێکی دیت، چلکەدارێکی تەڕی دیت، وای زانی کە هۆشیار شکاندیتی بە دەنجێکی بەرز بانجی کرد. هۆشیاریش لە بەیانی بە دەنجیەوە هاتوو وتی: بەڵێ باوکە گیان، نعم ماذا تريد؟ فسأله والده: لماذا كسرت هذا الغصن؟ استنكر هوشيار هذا العمل قائلا: أنا أحب الأشجار يا والدي، ولا يمكن أن أكسر أغصانها. الفقرة الثالثة: في هذا الوقت كان جلال جالسا على غصن كبير يقرأ في كتابه، فلما سمع حوار والده وأخيه تذكر أنه هو الذي كسر الغصن الطري عندما حاول الجلوس عليه، لكن الغصن لم يتحمل وزنه فانكسر ورماه على الأرض، فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. في الفقرة الرابعة: تقدم جلال من أبيه خجلا واعتذر منه لأنه نسي أن للشجر فوائد كثيرة ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن. كاتك هوشيار وەڵامی باوکی داوە، وتی: بەڵێ باوکە، لێ پرسی تۆ ئەو چیلکەدارە تەڕەت شکاندووە و ئەویش نکۆڵی لێکرد. نەخێر، من چۆن دەشتێنم، چکە من داروبارم زۆر خۆش دەوێتن. لەو کاتەش کە جەلال لەسەر چیلکەدارێکی گەورە دانیشت بوو، بە بیری هاتەوەکەوە ئەو شکاندیتی کە نەیتوانی چیلکەدارەکە باریک بوو تەحەمولی کێشی جەلالی نەکرد، لەوەر ئەوەی شکاتەوە سەردارێککە لە خۆی لەسەری بخینی. هاتە لای باوکی بە شەرمەوە، خەجیلەن یعنی شەرمی بە شەرمەوە هات و داوای لێبوردنی کرد، لەبەرەوەی بیری چوبەوەکەوە داروبارەکان چەند سوودیان هەیە. داوای کرد کە جارێکی تر نەبێتە هۆی ئەوەی کە هیچ دارێکی بشتێنی لە مەودووە. والآن نأتي إلى حل التمرين حول الموضوع. تمرين 26: أجب عن الأسئلة الآتية. اذكر شخصيات القصة. قلنا كانت الأشخاص الموجودة في الموضوع جلال وأبو جلال وهوشيار. ماذا وجد أبو جلال عندما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة؟ وجد على الأرض غصنا طريا أخضر. لماذا نادى أبو جلال هوشيار عندما شاهد الغصن المكسور؟ اعتقد أنه هو الذي كسره. ما كانت ردة فعل هوشيار على سؤال والده؟ ضع إشارة صح في المربع المناسب. خاف لا، لم يكن خائفا. استنكر صحيح، وغضب لا، لأنه لم يكن غاضبا.
استخرج من النص جملة التي تدل على ذلك. أنا أحب الأشجار ولا يمكن أن أكسر أغصانها. من كسر الغصن الأخضر الطري وكيف كسره؟ من كسره؟ جلال الذي هو الذي كسره عندما كان جالسا ويقرأ الكتاب. وبعدها نأتي إلى كيف تقدم جلال واعتذر من أبيه. ضع إشارة صح في المربع المناسب. ضاحكا، لا، لم يكن ضاحكا. باكيا، وليس كذلك، ولكن أتى خجلا. ضاحكا يعني بيكنين، باكيا يعني قريان، خجلا بشر موت، ما بشر موات. نأتي إلى التمرين 27. ضع دائرة حول أضداد العبارات والكلمات الآتية. أضداد قلنا بمعنى دجي وشكي. لبى النداء، تجاهل النداء. استنكر العمل، استحسن العمل. اعتقد، تأكد. خجلا، فخورا. وانتهينا من الموضوع وحل الموضوع، ونأتي إن شاء الله في الدرس القادم إلى حل التمرين 29. لم نحل التمرين 28. أنا لم أحلها، وعليكم أن تضعون عنوانا آخرا، وإن شاء الله نواصل الدروس بإذن الله. وإلى اللقاء إلى الدرس القادم.